الوصفه اللي هنعمل منها 5 وصفات، طريقه سهله وبسيطه. لايك ومتابعه وشاركه الفيديو عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. نبدا بسم الله. نجيب الطماطم، ننضفها كويس ونغسلها كويس جدا. بعد كده هنقطعها ونحطها في حله ونغطيها على النار. بعد ما تنزل ميتها بالشكل دوت هنشيل الغطا ونسيبها تغلي غلوتين، ونحط معلقتين بابريكا، هتدي طعم حلو جدا، كمان لون حلو جدا. بعد ما بردت معانا هنبتدي ناخدها بالشكل ده، وعايزين يكون فيها شويه ميه، مش عايزينها تنشف على الاخر او تسبك لمرحله اخيره، لا، هنسيب فيها نسبه كده 10% 15% اللي هي تتسبك مع الخضار او مع اي اكله تانية احنا هنعملها. حطينا الملح والسكر، كده بقت معانا صلصه تمام، طعمها في منتهى الجمال. يلا بقى نعمل الوصفه اللي هنعمل منها 5 وصفات. بصلتين كبار مع حبه زيت، نحمرهم، ننزل بالطماطم بتاعتنا اللي احنا سبكناها، هنديها بس غلوه واحده. نحط شطه وفلفل اسمر وخل، بقت معانا احلى صلصه مكرونه. عايزين نحولها لصلصه كشري هنحط توم، فلفل احمر ومرقه، كزبره ناشفه وكمون، بقت معانا صلصه كشري. هنشيل الصلصه كلها كده في الفريزر. لو عايزين نعمل بيها بقى المحشي تبقى زي ما هي كده على خلطه المحشي، طعمها في منتهى الجمال. كمان ينفع نعمل بيها السمك، برضو بعد ما نقلي السمك نحطها على السمك يبقى طعمها هيبقى حلو جدا. كمان نقدر نعمل بيها صلصه البيتزا، نحط عليها زعتر، هتبقى صلصه للبيتزا حلوه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.